اقسم بالله ما طالع سير الجدل، بس هي التصريحات اللي عمر مرموش قالها امبارح بعد ماتش مصر ونيجيريا دي حقيقيه. يعني الحمد لله كلنا شفنا ان احنا كسبنا امبارح نيجيريا 2-1، شفنا الاداء العظيم بتاع منتخبنا الوطني، بس مش لدرجه ان عمر مرموش لما يتسال انت شايف هنوصل فين في بطوله افريقيا كون ده رده سنفوز بكاس افريقيا ثم سنذهب للفوز بكاس العالم. حبيبي يا عالم، طب افريقيا وتاريخنا يسمح وقادر استوعبها، اكتر بلد واخده البطوله في التاريخ 7 مرات، كلنا عارفين الفضل راجع لمين بعد ربنا في السبعه اللي احنا شاركنا بيهم عن افريقيا كلها دي الحسن شحاته بتاع الثلاثيه من 2005 ل 2010 ومن ساعتها ما شمناهاش. بس ايه بقى سنذهب ونفوز بكاس العالم دي عشان مش فاهمها يا جدعان. انا عارف ان احنا نحلم والطموحات وكل حاجه، بس مش كده، ما تستخفوش بعقولنا والنبي. الكلام ده كان ممكن اصدقه لو مرموش ماسك اساسي في السيتي. محمد صلاح اللي ما قامش من على الدكه بقاله 3 ماتشات مثلا مكسر الدنيا وبينافس على الدوري الانجليزي، كل ده كوم والدوري المصري كوم تاني. لما بقيناش قادرين نتفرج على ماتشات الاهلي والزمالك تقول لي نروح ناخد كاس العالم. انا قلت رايي وربنا يستر على اللي يتقال في الكومنتات. حاول لو هتكتب نقد يكون في الكوره عشان افهم ان في بني ادم اللي كاتب الكومنت ده، كان في ناس بحسها اي وحد داسسها ما تفهمش. وكان معكم عبد الملك اللي شكله هيترحل من مصر قريب.